بسم الله. السلام عليكم شباب. والله شفت نفسي قاعد ما عندي شي، قلت اسوي لكم حلقة بعنوان كيف يعيش الشاب العراقي يومه في الغربة، او كيف يقضي الشاب العراقي يومه في الغربة. المهم، بالبداية اذا ما تعرفني، اسمي سجاد، اقدم محتوى فلوجات اشارككم من خلالها بالتجارب والخبرات اللي امر بيها، بحيث تستفادون منها وبنفس الوقت تستمتعون. فإذا عجبتكم فكرة القناة شرفونا باشتراككم. طبعا أنا كلش حريص على وقتكم، فححاول أخلي الحلقة بقدر الإمكان مختصرة ومفيدة. المهم اليوم ما راح نسوي هواي أشياء، راح نروح بس للماركت نشوف شنو ينقصنا نجيبه، وهمين حنروح الماركت الدي ام ححكي لكم عليه شوية ونجيب شوية فيتامينات وكذا، وراح نعدي همين على التيدي ححكي لكم هم عليه شوية، واخر شي نروح للالدي ونرجع. وراها نشوف شو نسوي، يمكن ارجع حتى اكل، وراها اروح لصاحبي همين نسولف شوية بالطريق. فبدون مقدمات طويلة خلينا نروح. اوكي، شوفوا هنا الجو خرافي. طبعا هنا خال صدر دجاج حتى اسويه بعدين اوقف هيك احسن. طلعت قطعتين حتى اكلهن اليوم والباقي ضميته. بس اريد احكي لكم على شغله. اول شي خل ابدل هذا الكرسي لان يطلع صوت، وانا ضد ان الكرسي يطلع صوت. اوكي اوكي، هاي بعائلتنا اكو سالفة الصلع الوراثي للاسف الشديد يعني، فاحاول اتفادى هذا الموضوع. فجبت هذا الاختراع اسمه ديرما رولر. هيك تسوي بأوبر، يقول لك تحفز الدورة الدموية هيك شي. انا قلت ما خسران شي اجربها، واذا فادت وياي اقول لكم، واذا ما فادت هم اقول لكم، يعني ما خسرانين شي. هي نوعين، هذا النوع وهذا النوع. هيك يصير تطلع الابر وتستخدمها. المهم عود نشوف النتيجة بعدين. طبعا ادري احتاج حلاقة، اليوم راح اروح الحلاق، وبنفس الوقت يعني احاول اتبع نظام غذائي زين، احاول اجيب فيتامينات. هسه راح اروح للدي ام حنجيب شوية فيتامينات سوية. حاولوا شباب تستخدمون هاي المنتجات للشعر، يعني على الاقل هذا مجموعة زيوت مفيدة للشعر، وبنفس الوقت تتحمل درجة حرارة 230، يعني اذا تريد الشسور او كذا، فهذا مثل الحاجز. هنا مكتوب مدري مبين مدري لا. وهذا جل بس مكون من مواد طبيعية، يعني حاولوا لا تجيبون جل مو زين. بقية الاشياء اللي تهتمون بيها، بس اهم شي مجموعة الزيوت. بالمناسبة احنا حكينا على الفيتامينات بهاي الحلقة، وحكينا على هذا المنتج اللي هو الكرياتين، مهم كلش. فحخلي رابط هاي الحلقة بالوصف، حاولوا تشوفوها لأنه شوية بيها معلومات مهمة. شوفوا الجو. هاي هنا الناس تلعب كرة قدم، يعني اكو ملعبين، او مو كرة قدم، تايكواندو يلعبون، لأن اولت البارحة طشروا رجلي خلوا اشوفكم. هاي بس الحمد لله لحقت لها يعني بالثلج، والدكتور قال انه مو كسر هذا، يعني مجرد كدمة بس هسه شبه يعني ما احس بيها، فالحمد لله يعني عدت على خير. اوكي شباب، صار لي ساعة دا احكي، وبالنهاية اكتشفت انه الميكروفون طافي، فعادي شغلته. هسه راح اعيد من البداية. اول البارحة كان اكو مهرجان هنا بمدينتي، هيجي بيه سيارات قديمة كلاسيكية، فصورت كم فيديو حخليكم اياهن. Und ich Trottel, ach, Entschuldigung. Und ich Trottel hab ein Butterbrot vergessen. طبعا المنظر بالليل هم خرافي. هاي هنا كل شهر ينفتح فلو ماركت، شلون باب الشرجي هيجي سوق مال بالا، فباكر راح ينفتح وان شاء الله اسوي لكم فلوج. هذاك الشهر والله اشتريت كوم اغراض، من ضمن الاغراض اللي اشتريتها لحظة، من ضمن الاغراض اللي اشتريتها هذا الجيتار، وهاي رقعة الشطرنج الخرافية، وهاي الشاشة مال الحاسبة.
بس شباب بس خلي احكي لكم شوي على اللغة الألمانية والألمان. بس خلي أبدل هذا الكرسي، 10 كرسي أبدله. شباب بخصوص اللغة، أنا أول ما جيت هنا توقعت إنه اللغة الألمانية يعني بعد 8 أشهر 6 أشهر راح أكون ممتاز بيها، بس بعدين اكتشفت إنه الموضوع مو بهالبساطة. ليش؟ لسببين. أول واحد هو إنه الألمان والنمساويين طبعهم مو اجتماعيين، يعني مو بس هيك، يعني يشوفون روحهم إن هم أحسن من البقية، ومو سهل إنه تكون معارف وكذا، وأساس اللغة إنه تمارسها حتى تتعلمها، يعني صح لو غلط. وثاني شي هو إنه اللغة الألمانية شوية تحتاج تركيز، يعني مو سهلة مثل اللغة الإسبانية أو الإيطالية، فتعتبر شوية لغة صعبة بس مو مستحيلة. فالمهم بصراحة أنا كرهت الألمان حيل من وراء هاي النقاط. يعني من تتعامل وياه يا أخي ما ترتاح، تحسه شايف نفسه على اليمين ما تدري. المهم خلي اشرب مي حتى بدل ونطلع، طولنا. شوفوا شباب هنا هاي معدات تصوير جبتها حتى اسوي لكم حلقات. واللغة ذكرتني الجو برو. طبعا كوما عندي بطاريات بس كليتهم ما بيهن شحن. المهم هسه شحنتها وطالعين. اوكي شباب لبسنا البنطلون وطالعين. بس تذكير بسيط انه مشكلة الريحة هي انه غيرك يشتمها بس انت ما تشتمها. فشنو تذكير بسيط باستخدام ذن المنتجين البسيطات واللي ما لهم قيمة. فيب خلنا نطلع. اوكي شباب خلنا نفتح البايسكل ونروح بيه. هاي انا هنا ساكن. اوكي شباب رايحين هسه للدي ام. طبعا كلش انصحكم تشترون بايسكل خصوصا اذا كنتوا باوروبا. اوكي انا نسيت انه سالفة التصوير هنا كلش نحسه، والالمان يتحسسون كون من الكاميرا. شباب الدي ام واحد من اكبر سلاسل المتاجر باوروبا، يقدم منتجات متنوعة مثل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مستلزمات الاطفال والمنظفات المنزلية، ويشتهر بجودة منتجاته وباسعاره المناسبة للكل. اوكي لا تشوف عمره 90 سنة تقول شاب. اوكي وهاي وصلنا للدي ام. هذا هو الماركت. نقفل البايسكل وندخل. تعال احكي لكم على اهم الفيتامينات. نبدي بسم الله. الاشواغندا ما ادري اذا سامعين بيها قبل لو لا، بس انا اشوفها كلش مهمة خصوصا للرياضيين. عشبة طبيعية تساعد على تقليل التوتر والقلق، توازن الهرمونات وتدعم الاداء البدني والطاقة. فيتامين سي مضاد قوي للأكسدة، يعزز المناعة، يساعد بتجديد الخلايا ويحارب الالتهابات ونزلات البرد. الأوميجا 3 كلكم تعرفوه، دهون صحية تدعم صحة الدماغ، تقوي الذاكرة، تقلل الالتهابات وتحسن صحة القلب، مفيدة جدا للي يعانون من الاكتئاب أو مشاكل التركيز. أكيد دي 3 بما أنه الشمس تطلع قليل بألمانيا يعزز امتصاص الكالسيوم، مهم جدا لصحة العظام والمناعة. ومثل ما ذكرنا نقصه شائع خصوصا بالبلدان قليلة الشمس مثل ألمانيا. مغنيسيوم جرعة ممتازة، ويا بي 12 هم. اخذه قبل النوم يهدئ الاعصاب، يقلل التوتر ويحسن النوم، مهم يعني يدعم صحة عضلات القلب، ومهم لتقليل التشنجات والشد العضلي. دا دور شامبو هيد داون شولدر بس ما دا القى. يلا هسه بلال دي القى. الحادث السخيف اللي صار جيت انقلب على وجهي. تعالي خلينا بالجنطة. هذا التي دي بس بجميع المستلزمات المنزلية واسعاره ممتازة وموجود بكل مكان بألمانيا. بس ما راح افوت له لانه ما محتاج من اغراض. هذا قاكل مال الكلاب، وهناك الميديا ماكس مال الالكترونيات. هذا
هسه شنو نروح للالدي. هذا الماركت. طبعا هذا الجهاز ورا ما تخلص البطل او القوطية تخليه هنا ويرجع لك 25 سنت. اوكي اليوم اكو خصومات، العلامة الحمراء يعني خصومات. خضرة هنا تاخذوها بهالشكل. ناخذ باذنجاناية هذا سعرها. ما تخلص البرجر بس شنو خلينا ناخذ معكرونة واسماك هم معلبة. جيب وحدة من هاي، وحدة سباكتي. جيب من هاي اوكي هاي خلصانة علامات. يلا عادي زين ويا المعكرونة. اوكي نجيب لنا فدتين من هذا الصمون تحميه يطلع جديد. هذا سعره. هذا الشامبو اللي ما لقيناه بالدي ام هياته هنا شولدر. هذا سعره. هذا الشيبس مسوين عليه خصم كلش طيب. خذ لي 2. هالكارتات اي كارت تحتاج، فأنا احتاج واحد امازون. اوكي هذا 7 الوان ملابس. خلنا ناخذ لنا واحد. ما مكتوب سعر بس هسه حشوفه. يابا هاي راجعين. الجو اليوم مشمس وراقي وجميل. هناك السكن ما اعتقد مبين. هسه نرجع ناكل ونروح المدينة تبعد ربع ساعة منا بالبايسكل على أصدقائي اسمها جورندورف. وصلنا هذا الملعب هسه شوية وينترس. شباب أكلنا وكملنا وهسه نازلين نشوف الأجواء. يلا شباب راحت يابا والله هوسه. السلام عليكم. غير كسرولي رجلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ صور فلوق هيك سوي لك اياها هيك. والله اضرب هالسلافه. رحت للمستشفى والدكتور طمني قال لي ما مكسوره. بس هسه بس لافه. اي رضا انا صار لي 4 ايام ما لعبت. هذا لك الحارس، هذا الحارس ضربني. عم بصور فلوق. يصور اللي بده اياه. ايوه مشتغله شغاله. اي يصور اللي بده اياه. كم متابع عندك؟ لسه 400 وشي. ان شاء الله كله بصير 400 مليون. وين رايح؟ والله ما في شيء نعمله. رايح لصاحبي جورندورف. كويس. هذا وين راح محمد؟ بصير. ايمتى يجيبوا المعدات؟ اي معدات لحمه؟ لا تبع الملعب. ما الملعب. هذا بقى انا بدي احركهم. الله يسهل. انا لازم اتفشل. هلا في عندنا هون معدات بس هاي قزمه وكريك وهذول هيك ما يمشي الحال. اليوم كان في تراكتور هونيك عم يفلح، قلت له تعال نروح نصح له خليه يجي يضرب لنا هون ضربه، قال لا ما بده. قال ما بصير تراكتور؟ هذا هيك ايه ما بصير. ليش؟ الدكتور بيحفر الارض حفر. ما بصير الارض انت بدك انت ايه يحفرها. يلا توصي بشيء؟ حبيبي الله معك. السلام. والله حبيت اطمن عليك. الله يسلمك. هاي اصور جوا. السلام عليكم حجي. حفلة ابو حمزه. هلا حياك. شلونك؟ شلونك؟ وين؟ والله في جورندورف. وين كان؟ درب؟ لا بالغرفة. وين غير كسروا رجلي. ليش؟
ما بالوارمة؟ قبل يومين. لا هاي لافه. هي هم وارمه. هد الدكتور اتهم وابو شو اسمه. زين وارمة ما اعرف تورم ما جاي تصور. اي دا الصور بس نازله. متى ترفع؟ ما لازم هيك يظل لازمها. ما في فايده. صدرك هاي ابى صدرك ليش جوا تحت؟ شد على الراس. على الراس ما فادت شديتها الظهر. بس لازم ترفعها شوي لفوق. ما ادري. ترفع. يلا توصلوا بشي؟ سلام. بس كون ما نسيت شي من الغراض. هسه رايحين والله الساعة 100. اوكي يابا. هذا قدامنا الاشتات، على اليمين ماركت الليدل، احسن ماركت في كيا المانيا. بحيرة، هذا نهر. تشوفون هذا الزرع كله كان مو موجود. شوف هجا بيوم وليلة طق. وصلنا ما بقى شي.